السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الحكاية سنة 1989 لما حصل انقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديمقراطية، وكانت ساعتها برئاسة رئيس الوزراء صادق المهدي. وكان الانقلاب ده بإعاز من الجبهة القومية الإسلامية، واللي هي بالمناسبة مشتقة من جماعة الإخوان المسلمين. وكان الانقلاب بقيادة عمر البشير، اللي بعد كده اتولى مجلس قيادة الثورة في 30 يونيو سنة 1989، وبدور حل الأحزاب وأعلن حالة الطوارئ وأعلن الأحكام العرفية وأحكم قبضته على السودان. وكان ساعتها في نفس الفترة دي كانت في الحرب الأهلية الثانية السودانية، واللي بالمناسبة مات فيها 1,900,000 سوداني، وهرب من السودان حوالي 4 مليون سودان. وفضل الوضع كده لحد أواخر التسعينات. وفي غرب السودان وتحديدا في دارفور، السكان هناك كانوا منقسمين لمجموعتين، مجموعة من أصول أفريقية ومجموعة من أصول عربية. والأفارقة السودانيين اتهموا عمر البشير وحكومته إنها بتمارس التمييز العنصري وبتهمشهم وبتهمل الإقليم كمان. وراحوا مؤسسين حركة اسمها حركة تحرير السودان. وفي سنة 2000 أسسوا حركة تانية وسموها